هلا والله، رجعنا لكم النهارده في فيلم جديد. اتمنى الفيلم يعجبكم. لو عجبكم الفيلم تشتركوا في القناه وحطوا لنا لايك وخلونا نخش على الفيلم. بيبدا الفيلم في تايلاند مع توبو، ده شاب في بدايه عمره داخل عشان يقابل مسؤول البنك عشان يقدر يقدم على طلب على قرض بمبلغ كبير. ولما الموظف ما بيهتمش بطلبه بيقرر توب ان هو يحكي له قصته الكامله، وتحديدا سنه 2004 لما كان بات في الثانويه وما كانش مهتم بدراسته خالص، وكان طول الوقت مشغول بالالعاب الالكترونيه، وكان بيحب الالعاب جدا وكان بيكسب منها فلوس لانه كان شاطر جدا فيها. بيبدأ يبيع الأسلحة والدروع والمميزات اللي احنا بنشتريها بفلوس حقيقية مقابل 12,000 بات، ودي بتكون العملة بتاعتهم. وبعد كده من المكسب بيقدر ان هو يشتري عربية، وطبعا والده ووالدته ما بيرضوش عن تصرفاته دي، وساعتها بيطلبوا منه ان هو يركز اكتر في مذاكرته. وبتخلص الثانوية لكنه بيفشل في دخول جامعة حكومية. وما بيفرقش مع الموضوع ده كتير، يعني بيكمل في الالعاب اللي بيلعبها عادي ولا هام الموضوع اصلا. وعشان طبعا اللي بيجي بسهولة بيروح بكل سهولة. بيصرف توب فلوسه على كل الأجهزة الإلكترونية والبلاي ستيشن. وفي يوم بيطلب منه والده إن هو يدخل جامعة خاصة، لكن ساعتها بتكون بفلوس كتير. وكان بيسمع والدته بيتخانقوا وبيشتكوا من قلة الفلوس، وبيكون عايز يساعدهم لكنه ما بيقدرش، وده بعد ما اتقفلت كل الحسابات على الألعاب، وده عشان استخدم حسابه في نشاط تجاري. وعشان كده بقرر توب يشتري كمية كبيرة من أجهزة DVD من عند نفس الراجل اللي جاب منه البلاي ستيشن. وبيفكر موظف البنك إن توب عايز يفتح محل يبيع فيه الأجهزة دي، لكن توب بيصدمه وبيقول له دي ولا حاجة، لسه بدري، اصبر. وبيكمل له وإنهم زعجت له جدا على إهداره للفلوس، وخاصة إن توب بيجرب جهاز من الاشتراك قدامهم لقاه بايظ. وبكده صاحب المحل ضحك عليه، ولما توب حاول ياخد فلوسه منه رفض وكمان ضربه. وهو راجع للبيت قابل باباه، وهو في الطريق طلب منه يركب معه عشان يوصله. وهما في العربية بيقول له أنا موافق إن هو يدخل جامعة خاصة، وإنه وافق يدفع له المصاريف خلاص، بس هو يركز في دراسته. لكن توب يرفض عشان شايف إن باباه بيعامله زي إنه مجرد عامل. فبييأس أبوه منه وينزل من العربية، ويكمل توب للموظف بيقول له إنه راجع للدراسة. فبيسأل الموظف إزاي دفعت تكاليف الجامعة طالما أبوك رفض يديك الفلوس. بنكتشف إن توب سرق سلسلة ذهب من أبوه وبيرهنها عند الجواهرجي عشان يقدر يرجعها مرة تانية، وبيدخل بفلوسها الجامعة الخاصة، لكنه برضه ما بيهتمش بدراسته ولا محاضراته، وبيكون كل تفكيره ساعتها إزاي يرجع السلسلة دي لأبوه مرة تانية. وبيروح لمعرض أجهزة منزلية بيستكشف المكان وبيفكر يعمل مشروع جديد، فبيأجر من هناك آلة تصنع المكسرات، وبيتعلم طريقة تحضيرها من البياعين وبيجربها بنفسه، وطعمها بيكون حلو جدا جدا. وبيأجر هو عمى اللي بيساعده مكان في المول يبيعوا فيه المكسرات دي، لكن محدش بيجي يشتري منهم وبيفشلوا برضه. وبعد ما يجربوا أكتر من مكان الزباين بتكتر لدرجة إن توب بيعين ناس تشتغل معاه. وبتروح لحبيبته تطلب منه انه يركز في مذاكرته اكتر، لكنه ساعتها بيصمم يكمل في مشروعه، لكن بيواجه توب مشاكل بسبب غيابه الكتير وبيطرد من الجامعة. وكمان اللي زاد علينا جاله مدير المول وبيقول لنا لو ما تصرفش في الدخان اللي بوظ الدهان بتاع السقف ده هيلغوا العقد معاه عشان هو كده بيتلف المكان. لكن توب بيقول انه هيتصرف، وبالفعل بيجيب دهان وبيفضل يدهن السقف، لكن العامل بيمنعه بيقول له عشان يقدر يصلحه يكون بعد المول ما يقفل والناس تمشي. عشان كده بيضطر توب ان هو يشتغل بعد ما وقت العمل ينتهي، ومامته معاه بتساعده. بيكون فاضل لحاجة بسيطة جدا، لكن منتصف الليل بيجي، وده بيكون اخر وقت مسموح لتوب يشتغل فيه. وبيجي راجل الامن عشان يطلب منه يمشي، فبيحاول ان هو يرشيه، وده اللي خلى راجل الامن يتعصب ويقول لامه انها معرفتش تربي ابنها. فبيمشي توب وهو متعصب، وامه بتكمل عليه لما بتعرف انهم هينتقلوا للعيش في الصين مع اخوه واخته بسبب تراكم الديون على ابوه هنا، وانه محتاج شغل تاني، وبتحاول تقنع عشان يروح معاهم. فبيوافق توب بعد الحاح كتير من امه. وتاني يوم بيروح عشان يعمل جواز السفر بتاعه، لكنه بيتراجع ويقول لابوه انه موافق يخليه يدفع له مصاريف دراسته وهيهتم بيها خلاص. فبيوافق ابوه ان هو يسيبه في تايلاند ويسافروا هما. بيودعهم توب، ويجي جواب على بيت توب ان والده واخد قرض بضمان البيت وان البنك هيستولي عليه قريب. فبيكتئب توب ساعتها جدا، لكن في نفس الوقت بيقابل حبيبته بتكون غضبانه منه لانه ما بيردش على مكالماتها. فبيعرض عليها ان هو يوصلها للبيت، وفي الطريق بتطلع اعشاب بحريه مقليه كده وبياكلوا منها، وبيلاقي طعمها حلو جدا جدا. طبعا انت عرفت اللي هيحصل دلوقتي. توب بيقرر يعمل مشروع جديد، وبيستفسر عن طريقه تعليب الاعشاب دي، وبتشرح له الدكتوره الطريقه، وهي انه محتاج جهاز يستخدم لسحب الاكسجين من الاكياس ويحط مكانه نيتروجين عشان تقتل البكتيريا. وعلى طول توب بيبيع جهاز تحضير المكسرات اللي كان شاريه قبل كده، وبيشتري اجهزه وادوات تانية تساعده في مشروعه الجديد، لكن لسوء الحظ بيفشل مرة تانية، وبيكون طعم الأعشاب البحرية وحش جدا جدا. وعلى طول بيبيع الأجهزة اللي كان بيشتريها من مكسبه في الألعاب، وبيشتري أعشاب بحرية مرة تانية. وأخيرا بيرجع
بالصناديق اللي اشتراها، ولكن الدنيا بتمطر. اما بيدخل بيلاقي الصناديق من اعشاب منقوله من المخزن للبيت، فبيعرف ان عمه اللي نقلها بسرعه قبل ما الميه تبوظها، لكنه بيتفاجأ بعمه واقع على الارض وبينزف من راسه، عشان كده بيشيله وهو بيصرخ وبياخده المستشفى. وبيكون في كيس اعشاب واقع على الارض تحت المطر. وبعد ما بيطمن على عمه بيرجع للبيت وبيجرب الكرتونه اللي باقيه، وكل تجاربه بتفشل لحد ما بيخلص كل الصناديق اللي عنده. وبالصدفه بيلاقي اكياس اللي كانت واقعه في المطر وبيجربها، والمفاجأة ان طعمه بيبقى حلو جدا جدا. وبيكتشف توب ان المية بتخلي طعم الاعشاب احلى، وبياخد منها وبيروح لعمه في المستشفى اللي بتعجبه وبيسأل عملها ازاي دي. وبعد ما عمه ما بيخف بيرجعوا لشغلهم مرة تانية وبيبدأوا يبيعوا الأعشاب البحرية دي، لكن المرة دي فعلا بيبدأوا ينجحوا باكتساح. وساعتها توب حط هدف واحد قدامه، هو انه يحقق مكسب 1,000,000 خلال سنة واحدة. وبعدها بيتصل بوالده وبيعرف ان الديون اللي عليهم وصلت 40 مليون بات، يعني حوالي 1.2 مليون دولار كاملة. وهنا ساعتها بيفقد الامل ان هو يسدد ديون عيلته، وبيقرر ساعتها يسمع شوية تسجيلات تحفزه عشان يقدر يكمل، لكن بيكون محتاج حجر للمسجل. وساعتها بيروح ماركت 7-11 ويشتري واحد، وهو خارج من المركب تجيله فكرة الأعشاب البحرية إن هو يبيعها في 7-11 عشان يزود مبيعاته، لكن المديرة ساعتها بترفض، وده لأن تصميم الكيس مش حلو وكمان سعره غالي عن اللي هم هيبيعوه. وبيفقد توب الأمل مرة تانية، وبيروح توب على البيت وهو يائس، وهناك بيلاقي حبيبته مستنياه، واللي اتفاجأت إن بيتها محجوز عليه، ده لأنها ما كانتش عارفة. وبتسأله بيقول لها إنه مش عايز يكمل دراسته عشان يقدر يساعد أهله، وهي بتحاول تقنع إنه هو هيساعدهم فعلا، بس ده لو خلص جامعته. وكمان متعرض عليه إن هي تخلي أهلها يساعدوه، لكنه بيرفض بشدة وبيقفل الباب في وشها، وبيطلب منها تمشي. وبالليل بينام مع عمه في اوضته وبيعيط عشان كان قاسي جدا مع لين رغم انها بتحبه، لكن عمه بيهديه وبيقول له. وتاني يوم بيروح توب لحد يصمم له اكياس المنتج بتاعه، بتكون اكياس جميله وحلوه. وبيروح على شركه 7-11 يطلب يقابل السيد ابوه عشان يوريها التعديلات اللي عملها. بيفضل مستنيها وقت كبير جدا وبتكون مشغوله ومش بتخرج له، فبيمشي توب وبيسيبها الصندوق اللي فيها الاعشاب بتاعته اللي عامل عشان ياكلها. وبتطلع السيد ابوه بتسال عليه لكنها بتعرف انه مشي. وبعدها اتصل بأمه يقول لها انه هيسافر الصين عندهم. وبنرجع تاني للموظفين في مكتب 7-11 اللي بياكلوا الاعشاب البحريه وبتعجبهم جدا، وبيطلبوا المكتب عشان يحضر اجتماع بخصوص منتج جديد. وفي الاجتماع بتقول للمديرة انها معجبة بمنتجة جدا، وبتطلب ساعتها منه طلبية فيها 72,000 عبوة هتوزعهم على فروعهم كلهم، وان في حملة تفتيش هتتم على المصنع بتاعتها للتأكد من النظافة وانه ملتزم بالمعايير اللازمة للصحة وسلامة المنتج. وساعتها توب بيوافق على طلبهم بسرعة، وهو ده اصلا السبب اللي خلاه يروح البنك، وانه عايز يعمل قرض عشان ولكن بيتفاجأ موظف البنك لما بيلاحظ بعد كل القصة دي ان توب عنده 19 سنة بس. لكن في نفس الوقت بيزعل جدا لان سبب سنه الصغير مش هيقدر يديله القرض اللي محتاجه، خاصة ان ابوه مديون بمبلغ كبير جدا. لكن توب ما بيستسلمش وبيحارب عشان يوصل لحلمه، وبيستخدم مصنع ملك الابوه كده، لكن لسه البنك ما حجزش عليه، وبيبيع عربيته عشان يجهز المصنع بعدين ويعين موظفين. وفي الوقت اللي بيشتري فيه مستلزمات المصنع الجديد بيقابل حبيبته وبيعرف انها ارتبطت بحد تاني. هكذا النساء ليس لهن ضمان. وبيمر الوقت وبينتهي توب من تجهيز المصنع، وبتوصل المديرة ومعاها المفتش اللي هيتأكد من نظافة المصنع. وبعد جولتهم في المصنع بتوضح لنا مصنع مش موافق للمعايير بسبب النظافة والإضاءة، وانهم هيتشاوروا الاول ويبلغوه بالقرار النهائي. وبعد شوية تعديلات في المصنع بيقدر توب ياخد قرار الموافقة، وبيكون ساعتها توب فرحان جدا. وقت ما كانت البضاعة بتتنقل عشان يوصل طلبية، توب ساعتها بيحضن عمه وبيشكر على انه ساعده، ويقول انهم لو فشلوا مرة تانية انا هسافر الصين لاهلي وخلاص هكمل دراستي، وده لاني ضحيت بكل حاجة معايا ومش هقدر اضحي تاني. وسافر فعلا في الشاحنة مع الطلبية، لكنه وصل متأخر ساعة كاملة عن موعد التسليم، والموظف ما كانش عاوز يستلم، لكن توب فضل يترجاه لحد ما وافق، وبدأ فعلا في تفريغ الشحنة عشان يوزعها على كل محلات 7-11. وبيروح توب ويقعد عشان يكلم ابوه ويقول انهم هيقدروا يرجعوا بيتهم تاني، وبكده يكون توب حقق حلمه وانقذ عيلته من الفقر. وفعلا بعد سنتين بيتمكن من تسديد ديون ابوه واسرته بالكامل، وقدم على قرض اكبر بكتير عشان يكبر مصنع، وعنده دلوقتي اكبر مزرعة للاعشاب البحرية في كوريا الجنوبية، واكتر من 100 مصنع لصنع المقرمشات، وبيشتغل عنده اكتر من 1500 موظف. 2500 موظف، ووصلت ثروته ل1.5 بليون بات ما يعادل 45 مليون دولار دلوقتي، وده في سن 26 سنة بس. وبكده يكون انتهى الفيلم بتاعنا. لو عجبكم الفيلم تشتركوا في القناة وحطوا لنا لايك وظبطوا الامور دي كلها، واسمعوا الفيديوهات دي انا مختارها لكم بنفسي. يلا هنستناكم في فيديو من الفيديوهات دي. يلا باي.